في واحدة أجنبية كان عندها مقاومة أنسولين وزايدة 20 30 كيلو هي وابنها، وقالت إن هما الاتنين خسوا من غير ما يروحوا للدكتور ومن غير ما ياخدوا حباية واحدة ومن غير ما يعملوا دايت. الفيديو كان very interesting. فهي قالت إن هي عملت 5 حاجات فقط هم دول اللي عملوا كل ده. إن هي غيرت الشوبنج بتاعها لمدة سنة كاملة. فجابت مكان الرز كينوا. الكينوا كربوهيدرات قليلة جدا مش بتعلي الأنسولين، فيها بروتين عادي. وجابت مكان المكرونة العادية مكرونة بالخضار، كانت مكرونة بالسبانخ. وعملت مكان الحلويات اللي هي كانت بتعملها حلويات دايما فيها داخل فيها بذور الشيا، ومكان الدقيق دقيق اللوز، ومكان السكر اي سويتنر زي ستيفيا او مونك فروت. وكانت بتعملها وبياكلوها كمان كل يوم. وبدلت كل المعجنات اللي هي كانت بتعملها بالدقيق العادي بدقيق اللوز. هل انا جاي بقى اقول لك ان نعمل بس الاختيارات دي وخلاص هتخس يعني وهكذا مش محتاج دكتور؟ هو الحقيقه ان انت لو عملت دوت لمده سنه وغيرت كل الشوبنج بتاع بيتكم لكده هتخس، بس مش دي فكره الفيديو اللي انا جاي اقولها لك. واحد اتفقنا في القناه دي ان مش اي حد بيتفرج عليا هيفهمني، لان انا بخاطب عقلك بصوره معينه طول الفيديوهات اللي فاتت. فلو انت من جمهوري هتفهمني انا عايز اقول ايه بالظبط. الدايت كلتشر دلوقتي اتغير جدا. عارفين يا جدعان لما حد يقول لك ايه ده انا كنت بشتري في الصحراء في ايام الرخص؟ الدايت دلوقتي بقى كل حاجات سهله وبقى فيه اختيارات مختلفه لكل حاجه. فاضل لك بس انك تفهم هتعمل الاختيارات ازاي وهتختارها ازاي، وايه الحاجات اللي هتحبها وايه الحاجات اللي انت مش هتحبها. ما بحبش بذور الشيا بس هجيب دي اللوز، ما بحبش مش عارفه الكينوا بس هعمل ايه. ففكره الفيديو دي فكره مهمه جدا، وانا عاوز الفيديو ده يوصل لملايين مش عشان اي حاجه غير ان بس ان انا اقول لك ان اقسم بالله الحاجات دلوقتي بقت سهله. ان اقسم بالله الدايت كلتشر دلوقتي بقى موجود وسهل الحصول عليه، ممكن تجيبه من مليون حته. فالحق اتغير دلوقتي والحق اشتغل على نفسك. يو هاف تو جيت يور هاندز ديرتي. انزل الملعب ووسخ ايدك وشوف المفروض هتعمل الاختيارات دي ازاي، واعمل الحاجات اللي في الفيديو دي بالمناسبه، وخلي الشوبنج بتاعك كله مختلف. ممكن تبقى مش محتاج دكتور ولا محتاج ان انا بعد كده، لو بس انت فهمت فكره الفيديو ده.